بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اولا انا بعتذر عن صوتي لان انا عندي دور برد، بس كنت حابة اني اسجل معاكم الفيديو النهاردة لان هو فيديو منيو الشهر، الغدا بتاع الشهر كله. فانا ما حبيتش ان اتأخر فيه، وخصوصا ان انا بصراحة بحب الفيديوهات دي جدا. فمعلش بقى استحملوني شوية في دور البرد ده، وأكيد كلكم عارفين الجو اللي احنا فيه. أول حاجة الفيديو احنا مش هنمشي عليه بالترتيب، أنا جايبة لكم مجرد أفكار، يعني معظمها حاجات أو وجبات أنا عملتها معاكم في القناة، بس حبيت إن أنا أشاركها معاكم بحيث في فيديو مجمع كامل، بحيث إن مثلا ما نكونش عندنا حتّة إن حيرة كل يوم هنتغدى إيه أو هنعمل غدا إيه، والحيرة اللي كل ستات البيوت بتحتار فيها، وخصوصًا في موضوع الغدا. فأنا بادّيكِ مجرّد أفكار أنتِ تختاري منها، يعني تشوفي إيه اللي يناسبِك أو إيه اللي موجود عندِك في التلاجة أو الفريزر وتقدري تطلّعيه وتعمليه. الفيديو متنوع ما بين أكل شعبي، ووجبات فيها لحوم، ووجبات نُص توفير، ووجبات موفّرة، فهو متنوع، يعني أي حد هيلاقي فيه فكرة أو 2 هتناسبه إن شاء الله. معانا 30 وجبة، أول وجبة منهم كانت كنت عاملة مكرونة بالصلصة، كنت سالقة معاها بطاطس وعاملاها بالكريسبي ومحمّراها، لإن هي كانت نوعية البطاطس من اللي هي يعني إيه، بت ب مش بتنشف، والأولاد مش بتحب البطاطس اللي مش بتنشف، فأنا سلقتها نُص سلقة وحمّرتها بالكريسبي، بالطريقة دي بتبقى بتقرمش وبتبقى حلوة جدًا. عملت معاها بيض مسلوق وسلطة، قطعت خيار، عملت معاها حطيت معاها مخلِّل، قدّميها بالطريقة اللي تناسبِك، بس هي دي كانت وجبة فيها البروتين، فيها النشويات، فيها الخضروات، وجبة تعتبر متكاملة، وبرضه تعتبر إلى حدٍ ما مش مكلفة. صحيح إن البيض غالي، بس هو كل واحد هياخد له بيضة مع البطاطس مع طبق المكرونة، هتبقى وجبة كويسة جدًا، وإن شاء الله هتعجبِك وتعجب الولاد. معايا كمان ممكن نعمل المحشي. المحشي من الحاجات اللي بتدفّي جدًا في الشتا. أنا كان عندي كرنب طلّعته وعملت الخلطة بتاعته وحشيته، وعملت معاه كان عندي دبابيس فراخ طلّعتها، سلقتها عادي خالص علشان آخُد منها شوربة للمحشي، وبنحب إن إحنا مع المحشي يعني نشرب شوربة، ويعني ما حبيتش إن أنا أحمّر الدبابيس عادي بالطريقة التقليدية، حبيت إن أنا أعملها بالكريسبي. هتلاحظوا إن أنا الكريسبي ده باعمل بيه حاجات كتير، لإن أنا عندي الولاد بتحبه وبتحب القرمشة بتاعته في كل الحاجات، يعني سواء في الفراخ، في البانيه، في البطاطس، فهتلاحظوا إن هو بيبقى موجود معايا كتير. عامةً إحنا عارفين إن الولاد بتحب الحاجات دي، بتحس إن هي في كنتاكي والمطاعم بتاعة برّه، فأنا باحاول إن أعمل لهم كل حاجة هُم بيحبوها في البيت. هو المحشي ما فيش حد ما بيحبش المحشي، كلنا بنحب المحشي والولاد كلّهم بيحبوا المحشي، فحبيت إن أنا أعمله ليهم مع حاجة يكونوا بيحبوها، فعملت لهم المحشي مع دبابيس الفراخ المقرمشة، وحطيت معاها الشوربة حاجة كده تدفّي، وكانت وجبة حلوة جدًا. معايا كمان وجبة من الوجبات الموفّرة اللي هي شوربة العدس. اللي حابب يعمله تقيل مثلًا أتقل من كده ما يبقاش شوربة مثلًا براحته، بس أنا عاملاه شوربة وقدّمت معاه طبق يعني سلطة شرايح كبيرة، يعني مش اللي هي سلطة خضرا صغيّرة مقطّعة صغيّرة، لأ أنا حبيت إن أنا أقدّمها كبيرة، وكان معاها مخلِّل، وكنت قالية معاها فلفل حامي، بس أنا ما لحقتش إن أنا أحطّه مع التصوير. أنا باحب مع شوربة العدس الفلفل الحامي باقليه، و وبصراحة كمان بيبقى وما أعرفش دي يعني عندي بس والّا عند كل الناس، بنحب نحط معاه البصل، بنقطّع معاه بصل أو لو في بصل أخضر وبنعصر عليه ليمون، وبيبقى في بقى العيش المتحمّص ده، بتبقى يعني غدوة حلوة جدًا. بالنسبة للناس اللي عندها ولاد زيي مثلًا، أنا عندي ابن صغير مش بيحب شوربة العدس، باعمل له أي حاجة تانية بقى، مثلًا ممكن يكون في مُعجّنات شايلاها في الفريزر، أو بيتزا أو أي حاجة باطلّعها باسخّنها له وباحط له منها، وإحنا بناكل شوربة العدس دي لإن إحنا بصراحة بنحبها جدًا.
ممكن كمان نعمل كباب الحلة. لو عندِك إمكانية تجيبي كيلو من اللحمة أو نُص كيلو، خلاص هتعمليه بالطريقة دي، طريقة كباب الحلة أنا منزّلاها معاكم على القناة بس حلوة جدًا، الصوص بتاعها بيتغمّس بالعيش أو بتحطّيه على مكرونة أو على رُز بيبقى حلو جدًا وموفّر وبيضاعف الكمية. الطريقة أنا عاملاها معاكم على القناة كانت حلوة جدًا على فكرة، بتبقى مستوية جدًا وبتبقى دايبة وحلوة بُصّي أنا باقطّعها معاكِ أهي، يعني مستوية جدًا الصوص اللي نازل منها دوّة عايزة أقول لِك إن إحنا بنغمّسه بالعيش بيبقى أحسن كمان من اللحمة، يعني بيبقى متشرّب من السوائل اللي نازلة من اللحمة بتبقى طعمها حلو جدًا. لو حبيتِ تعملي جنبها شوية مكرونة مثلًا متحمّرة أو أو مثلًا شوية رُز، بيبقى حلو جدًا برضه وبتبقى أكلة حلوة، وأهو لازم ما أصل إحنا مش هنعمل كل الشهر أكلات موفّرة، لازم بيكون فيها لحوم، بيكون فيها فراخ، بيكون فيها أسماك، فإحنا بننوّع ما بين الأكل الغير مُكلّف والأكل التاني، لإن لازم يكون في بروتين حيواني في الأكل بتاعنا. ممكن تجيبي اللحمة بتاعتِك من أول الشهر وتقسّميها وتعمليها على أكتر من وجبة، يعني ممكن أنتِ الوجبة دي تعمليها لو أنتم أسرة مكوّنة من 5 أفراد يبقى هيكفّيكم نُص كيلو لحمة هيبقى كويس جدًا وتقدري تعملي بيها كباب الحلة وتضاعفي بيها الكمية وتبقى حلوة جدًا. عندِك إمكانية طبعًا تعملي أكتر من كده ما فيش مشكلة براحتِك، تقدري تعملي كيلو، تقدري تعملي أكتر، دي حاجة بترجع لِك وبترجع لميزانيتِك. ممكن نعمل إيه كمان؟ نعمل كشري العدس أو الكشري الإسكندراني أو الكشري الأصفر. أنا عندي الولاد بيحبوه جدًا، باعمل وهو يعتبر يعني من الأكلات اللي موفّرة، يعني هو صحيح ما فيش حاليًا حاجة اسمها أكل موفّر بالنسبة للأسعار اللي إحنا فيها والغلا، بس يعتبر من الحاجات الموفّرة إلى حدٍ ما. باجيب شوية الرز مع نُص كمية الرز بنحط عدس وبنعملهم، باسلُق معاها بطاطس وباحمّرها وباسلُق معاها بيض، لو عايزة تعملي البيض تحمّريه في حتّة زبدة أو شوية زيت ما فيش مشكلة، بتقدّمي معاها بتنجان بالدقة أو بتنجان مخلِّل، اعملي بقى شوية سلطة خضرا، قرن فلفل كده حراق كده بتقليه يعني شوفي أنتِ بتحبّي الولاد بيحبّوا مع الكشري إيه وقدّميه معاهم، لو مش حابة إن أنتِ تحمّري البيض خلاص مش مشكلة حطّيه مسلوق زي ما هو. ممكن نعمل إيه كمان، ممكن بنُص فرخة بس نعمل غدا حلو جدًا، دي كانت عندي نُص فرخة عملتها في صينية بطاطس وعملت معاها رُز بشعرية وقدّمت معاها مخلِّل، عايزة تقدّمي معاها سلطة، عايزة تقدّمي يعني مش لازم نُص فرخة زي ما أنا عاملة، ممكن تعملي أكتر، على حسب عدد أفراد أسرتِك وعلى حسب حجم الفرخة اللي عندِك. أنا دي كانت الأوراق بتاعة الفراخ، فأنا يعني قسّمت كل ورك على نُصّين، لإن هي كان الحجم بتاعها والوزن بتاعها كان كبير، فعملت كل واحد أخد نُص الورك مثلًا مع شوية الرز مع كام قطعة من البطاطس، وكانت حلوة جدًا. عايزة تعملي معاها طبق سلطة زي ما قُلت لِك ما فيش مشكلة، عايزة تقطّعي طماطم وخيار وجزر شرايح طرنشات كبيرة وتحطيها معاها، طيب برضه ده حاجة بترجع لِك وبراحتك، مع شوية المخلل اللي إحنا عاملينهم في البيت وبتبقى وجبة حلوة والحمد لله. ممكن نعمل إيه كمان، طبعًا ده حبيب الملايين الكشري المصري، نقدر نعمل الكشري المصري كل حاجاته بتبقى موجودة عندِك في البيت، إزاي هاقول لِك إن إحنا بنجيبها في المشتريات بتاعة الشهر، بنجيب المكرونة وبنجيب الرز وبنجيب الشعرية، يعني وبنجيب كمان العدس، ده أنتِ ربع كيلو عدس هيعمل عندِك أكتر من مرة، بنجيبهم مع المشتريات وبنخلّيهم في أي وقت بنبقى محتارين فيه بنطلّع وبنعمل الكشري المصري. ال الصلصة والبصل طبعًا دي إحنا بنبقى جايبينهم من السوق، يعني إحنا كده بنبقى مفرّزين عندنا الصلصة، فدي حاجة برضه بتبقى موجودة عندِك في البيت، يعني لمّا تيجي تدوّري عليها
هي من برّه لو حبيتِ إن أنتِ تجيبيها هتجيبيها غالية جدًا، إنما لو حبيتِ تعمليها في البيت هتلاقي كل مكوناتها اللي أنتِ بتجيبيها مع المشتريات أو مع السوق بتبقى كل حاجتِك موجودة، بتطلّعيها وبتعمليها. هو ممكن نقول إن اللي غالي فيها شوية الحمص وممكن تستغني عنه، وممكن تجيبي ربع كيلو هتعملي منه أكتر من مرّة. ممكن نعمل كمان سمك مقلي. ممكن تجيبي سمك أنا كنت جايبة سردين، ممكن تجيبي أنتِ النوع اللي بتحبيه، تجيبي بوري، تجيبي بولتي، تجيبي مكرونة، هاتي النوع اللي أنتِ بتفضّليه. أنا كنت جايبة سردين وكان عندي نُص كيلو بسارية كان في الفريزر، فقُلت خلاص طالما هاقلي النهارده سمك هاطلّع البسارية وهاقليها معاها، جِبت السردين وغسلته ونضّفته وفتحته وحشيته وعملت وتبّلت البسارية وقليت الاتنين، وعملت معاه رُز أبيض وطبق سلطة خضرا كده يعني فيه كل حاجة، كل خيار وطماطم، جرجير، بقدونس، حُطّي بقى إيه، بصل، براحتك كده ضبّطي طبق سلطة كده محترم مع الرز الأبيض، إحنا بنفضّل مع السمك رز أبيض، لو حابة تعملي رز صيادية تمام ما فيش مشكلة. هو أنا مش باقلي السمك كتير، غالبًا باعمله مشوي بس برضه كنوع من التغيير. ممكن كمان نعمل أكلة مش هتكلّفنا أي حاجة، ده رز بالكبد والقوانص، وعملته معاكم على القناة. بُصّوا بقى، أنا لمّا باجيب الفراخ بتاعتي الكبد والقوانص باجمّعها في أكياس لوحديها، باعمل بيها حاجات يعني وجبات تنفعني في أي وقت أكون محتارة فيه أو مش عارفة أنزل أو مش قادرة أنزل أو في أي ظروف ما فيش مثلًا فلوس، يبقى خلاص باطلّع كيس الكبد والقوانص لو هي محطوطة مع بعضها أو ساعات باخلّي الكبد لوحدها والقوانص لوحدها وباعمل بيها وجبات زي ما أنتِ شايفة كده، بتوفّر معايا وبتمشّي اليوم وبتبقى حلوة جدًا، بتجيبي الكبد والقوانص وبتغسليها كويس، بتقطّعيها وبتعملي تشوّحي الكبدة القوانص في الأول وبعدين بتنزلي بالكبدة، بتحطّي عليها شوية بصل، شوية فلفل، وبتبقى وجبة حلوة جدًا، قدّمي معاها بطاطس محمّرة وشوية سلطة، وبتبقى أكلة زي العسل وما بتكلّفكيش كتير. ممكن نعمل كمان الكفتة بتاعة الرز، دي من أكتر الوجبات ومن أكتر يعني أقول لِك إيه، الحاجات اللي بتوفّر معانا جدًا، يعني كفتة الرز بترمي معاكِ بأقل نسبة من اللحوم، بتقدري تعملي منها كمية كبيرة جدًا من الكفتة، بتكفّيكِ مش مرّة، بتكفّيكِ أكتر من مرّة، وأنا عملت معاكم في فيديو قبل كده إن ب8 كيلو من اللحمة المفرومة عملنا كمية حلوة جدًا من كفتة الرز بتغدّيكِ يوم وبيفيض منها كمان. وعملتها معاكم كمان بالقوانص، يعني ممكن تفرمي القوانص في المطحنة بتاعة الخلاط ناعم، وتقدري تعملي بيها برضه كفتة الرز بتبقى حلوة جدًا وبتعمل معاكِ كمية كبيرة وبتوفّر معاكِ جدًا، تقدّميها بقى مع شوية رز بشعرية وشوية سلطة، وبتبقى وجبة حلوة جدًا. نقدر برضه نعمل ربع فرخة، اللي هو صدر فرخة أو ربع كيلو بانيه، نقدر نعمل غدوة تكفّي العيلة كلّها، لو أنتِ أسرة مكوّنة من 5 أفراد تقدري تعملي طبق الnuggets الجميل الكبير ده، وفي كمان يعني كان متبقي منه كمان شوية، أنا ده اللي أنا كنت عاملاه للغدا واللي كان متبقي منه أنا شيلته في الفريزر. طيب إزاي؟ بنجيب صدر الفرخة أو وبنخليه أو لو عندِك ربع بانيه بتفرميه وبتحطّي عليه شوية بقسماط، وأنا عملته معاكم على القناة اللي عايز يشوفه، موفّر جدًا وبيرمي معاكِ كمية كبيرة جدًا، اعملي معاه شوية مكرونة، حابة تعملي مكرونة من اللي هي الصغيّرة دي تمام، مش حابة اعملي معاها مكرونة سباكيتي. مش عايزة مكرونات، ممكن تعملي معاها شوية رز بسمتي بالخلطة، ممكن تعملي رز مصري برضه بالخلطة، براحتك زي ما أنتِ حابة. بس بتبقى وجبة حلوة جدًا، موفّرة جدًا، الولاد بتحب اللي هو الnuggets أو تقدري تسميه كوكي أطياب أو البانيه بتاع الشركات، هو مسمياته كتير بس النتيجة بتاعته بتبقى حلوة جدًا، الكمية بتتضاعف معاكِ جدًا، تقدري تعملي كمية منه وتحطيها في الفريزر في أي وقت تكوني تعبانة أو ما عندكيش وقت أو جاية من مشوار ومش لاحقة تعملي أكل بتطلّعيه بتحمّريه بمجرد ما بتحمّريه بتكوني سلقتِ جنبه شوية المكرونة وخلاص بتبقي عملتِ الغدا.
نقدر كمان نجيب نُص كيلو لحمة أو كيلو لحمة أو الكمية بتاعتِك زي ما أنتِ حابة، وبنسلقها. أنا سلقتها عادي خالص وحطيت معاها بصل وطماطم وورق لورا وحبهان، وسلقت اللحمة وأخدت منها شوربة، عملت شوربة لسان عصفور، وعملت معاها جنب منها يعني كوسة وشوية رز بشعرية، قدّمي معاها سلطة ومخلل، وبتبقى حلوة جدًا. طيب مش بنحب الكوسة، ممكن تعملي معاها بطاطس أو تعملي معاها فاصوليا أو تعملي لوبيا، شوفي نوع الخضار اللي ولادِك بيحبوه. مش حابة تعملي شوربة لسان عصفور، ممكن تستبدليها بشوية شعرية متحمّرة وتحطيها برضه في الشوربة، بتبقى حلوة جدًا. مش حابة لا شوربة لا لسان عصفور ولا شعرية، خلاص يبقى الشوربة كده من غير أي حاجة حلوة، ويوم واتقضّى والحمد لله. ممكن نعمل إيه كمان، القرنبيط. القرنبيط أنا عملته معاكم على القناة بطريقة حلوة، ما بيعملش انتفاخ، بيفضل مقرمش حتى لو بات لتاني يوم بيفضل حلو ومقرمش، مش بيبقى طري كده وتحسّي إن أنتِ يعني مش حابة إن أنتِ تاكليه، لأ بيبقى حلو جدًا. باحُط مع المَيّة بتاعة السلق بتاعته شوية كمون، بيقضي على الانتفاخات وما بيخلّيش فيه غازات خالص، زي الكرنب برضه. الكرنب وأنتِ بتسلقيه حُطّي معاه شوية كمون بيبقى حلو جدًا. قدّمتِ معاه الخيار، شرايح خيار، شرايح طماطم، عايزة تحمّري معاها بطاطس، عايزة تعملي معاها شوية بتنجان بدقة، حلو جدًا. القرنبيط بيتاكل مع عيش، ولا رز ولا مكرونة، بس أنتِ عايزة تعملي أي إضافات زيادة زي ما قُلت لِك تعملي معاه بطاطس أو بتنجان، عادي ما فيش مشكلة. البتنجان بالطريقة اللي أنا عملتها معاكم على القناة حلوة وسهلة، ما بتخلّيهوش يشرب معاكِ زيت، يعني موفّرة، موفّرة في الزيت وهتاكليه يعني حتى لو عندِك الولاد مش بيحبوها لمّا تعمليه بالطريقة دي أوعدِك إن هُم هياكلوه وهيحبوه. القرنبيط متوفّر الأيام دي في الأسواق، يعني الحمد لله بدأت أسعاره تنزل، تقدري تجيبيه وتعمليه حلو جدًا. تقدري كمان تعملي شيش طاووق بنُص فرخة، يعني مثلًا لو عندِك صدر وورك فرخة تقدري تعملي بيهم الطبق الحلو ده. لو مثلًا عندِك صدرين فرخة يعني نُص الفرخة اللي هي صدور بس، يعني الشيش طاووق عامةً تقدري تعمليه بصدور، تقدري تعمليه بأوراك، تقدري تعمليه بالاتنين مع بعض. المهم إن أنتِ بتقطّعيها قطع صغيّرة وعلى قد حجم الفراخ، بتقطّعي الخضروات، تعملي فيها فلفل، طماطم، بصل، عايزة تحطّي مكعبات من البطاطس، حابة إن أنتِ تزوّدي كوسة، يعني أي خضروات بتزوّدي بيها أولًا قيمة غذائية، ثانيًا كمية. ب بتعمليه وبتقدّميه، عايزة تحطّيه مع رز بسمتي أو تعمليه ساندوتشات سواء كده أو كده بيبقى حلو جدًا. ممكن نعمل كمان السمك بس المرّة دي هنعمله مشوي، تقدري تجيبي برضه النوع اللي أنتِ بتحبيه أو بتفضّليه، وبرضه على حسب ميزانيتِك، يعني في أسعار للسمك يعني مثلًا بيختلف البوري ليه سعر عن الشبار، عن المكرونة، عن السردين، كل حاجة فيهم ليها سعر، فأنتِ شوفي إيه اللي يناسب ميزانيتِك وهاتيه. أنا باشوي السمك في البيت لإن برّه بيتشوي غالي، أنا باوفّر على نفسي وباجيب الردة في البيت وباشويه، عندي الفرن وباشوي فيه. ما عندكيش الفرن ممكن تجيبي أي صاجة وتحطيها على البوتاجاز على عين البوتاجاز عادي خالص وتشوي عليها السمك وتعملي له التمليحة بتاعته أو الدقة بتاعته اللي هتحدقيه بيها، وبيبقى حلو جدًا وبتوفّري على نفسِك فلوس كتير جدًا وبتشويه في البيت وبتبقي ضامنة نضافته وضامنة التحديقة بتاعته بتبقى حلوة، بتبقي حاطة فيها فلفل وتوم وليمون وبتبقي مضبّطاها. قدّمت معاه الرز الأبيض والسلطة وكانت أكلة حلوة وزي الفل. ندخل بقى على أكلة شعبية حلوة جدًا، 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 وعايزة أقول لِك إن ده بيبقى أحلى يوم بناكل فيه من تنوُّع الأكل ومن جماله. أنا كنت عاملة الفول في البيت، مدبّسة الفول في البيت وعاملة عجينة طعمية في البيت، طلّعت كيس فول وطلّعت كيس عجينة وقليت الطعمية وعملت الفول. طيب عملت إيه معاهم كمان، جِبت بطاطس كام واحدة بطاطس كده يعني إيه قشّرتها وقطّعتها حطيتها في طاسة أو في حلة صغيّرة وحطيت عليها قرن فلفل أخضر، شوية ملح، شوية كمون وسِبتها لغاية لمّا استوت وبقت زي الفل زي ما أنتِ شايفة كده. عملت معاها كمان بتنجان مقلي وحطيت عليه شوية دقة
قطّعت معاها بقى طبق سلطة كده حلو مع طبق جبنة حطّيت عليه طماطم، يعني جِبت حتّة جبنة وحطّيت عليه قطّعت عليها طماطم وقلّبتها، لو عايزة تحطّي عليها شوية زيت زيتون بتبقى تحفة، قطّعي بقى طبق خيار مع السلطة، بتبقى أكلة عايزة أقول لِك حلوة جدًا. ممكن نعمل إيه كمان، نعمل الحواوشي المُوفّر. الحواوشي لمّا بنشتريه من برّه أولًا مش مضمون اللي فيه إيه، المكونات بتاعته إيه مش ضامنينها، لأ نقدر نعمله في البيت بكل نضافة وبكل توفير بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة، عملت معاكم على القناة وحشيت من العيش الكبير مش الصغير، العيش الكبير اللي هو زي في حجم العيش اللي هو المدعّم، عملت بيه 12 رغيف. طب إزاي زوّدنا الكمية بالبصل وبالفلفل، يعني حاجات مغذية ومفيدة وتقدري كمان تحطّي عليها واحدتين طماطم بتقطّعيهم قطع صغيّرة وبتحطّيها مع الخلطة، وكل الحاجات دي بتزوّد ليكِ الكمية وبيطلع طعمه حلو جدًا، لو عندِك حتّة دهنة أو حتّة ليا بتبشريها وبتحطّيها معاها، مع بقى بهارات الحواوشي، مع شوية فلفل أسود، كمون، بهارات لحمة، كل الحاجات دي بتطعّم ليكِ الحواوشي وبتخلّيه حلو جدًا، تقدري تسوّيه في الفرن، مش حابة تسوّيه في الفرن تقدري تسوّيه على عين البوتاجاز من فوق، ما فيش مشكلة، وبتبقى أكلة حلوة جدًا وموفّرة وما بتتكلّفيش فيها كتير. ممكن نجيب كمان أنا كانت دي فراخ صغيّرة. فأنا ما كنتش مقطّعاها لإن هي كان الحجم بتاعها يعني لمّا رُحت أجيب ما كانش في حجم كبير، كانت دي كيلو وربع وكيلو 200 فقُلت مش مشكلة. جِبتها ما كانش ينفع طبعًا إن أنا أقطّعها أو إن أنا يعني إيه، أصغّرها، هي كانت الفرخة بتتقطّع على 4 مش أكتر من كده. المهم خلاص قُلت مش مشكلة، قطّعتها على 4 وسلقتها عادي وحمّرتها عايزة تحمّريها في الفرن ما فيش مشكلة، عايزة تحمّريها في الطاسة من فوق على البوتاجاز عادي براحتك، وعملت معاها رُز بشعرية وعملت لوبيا وشوربة لسان عصفور، أخدت من الشوربة وحطيتها على لسان عصفور بعد طبعًا ما حمّرته، قدّمت معاها شوية مخلِّل، عايزة تحطّي معاها سلطة براحتك. ممكن تعملي كمان البرجر الموفّر، عملت معاكم البرجر باللحمة وعملت معاكم البرجر بالفراخ، وسواء كده أو كده موفّر جدًا، يعني بربع لحمة تقدري تعملي كمية كبيرة جدًا تكفّيكِ مرّتين، وعملت برضه بربع بانيه أو بصدر فرخة تقدري برضه تعملي كمية كبيرة تكفّيكِ يعني مرّة و2 يعني أنا مش عايزة أقول لِك إن هُم مرّتين، لأ ممكن يكونوا أكتر وممكن يكونوا أقل، ده على حسب عدد أفراد أسرتِك. عملت البرجر بنعمل برضه الكايزر في البيت وعملته معاكم على القناة بشوية مَيّة وشوية دقيق وعملنا كايزر حلو جدًا وكميته كانت كبيرة وما كانش مُكلِّف لو أنتِ مش حابة إن أنتِ تشتريه من برّه وعايزة تعملي الأكل موفّر، وأنا زي ما قُلت لكم أنا صحيح ده كنت شارياه من برّه، بس أنا دايمًا باعمله في البيت وباوفّر على نفسي كتير جدًا، نُص كيلو من الدقيق بيعمل لِك كمية كويسة. عملت معاه الكاتشب والكاتشب باعمله في البيت، حمّرت معاه بطاطس، لو حابة تعملي معاه تومية، حابة تحطّي معاها طحينة، طبق سلطة، براحتك قدّميه زي ما أنتِ عايزة. لو في شوية مخلِّل من اللي إحنا عاملينهم في البيت طبعًا بتبقى وجبة حلوة جدًا، والأولاد بتحب الحاجات دي أوي. لو مش حابة تقدّمي معاه بطاطس مثلًا وهتستكفي بالصوصات اللي معاه، يعني مثلًا تومية وكاتشب وكلام من ده ما فيش مشكلة، إنما البطاطس مع البرجر عامةً الولاد بتفضّلها، لإن هي لمّا بتتقدّم برّه بتتقدّم بالشكل ده، فاعملي لهم زي ما هُم حابين. ممكن نجيب نُص كيلو من الكبدة أو كيلو براحتك، عايزة تجيبي كبدة متلّجة ما فيش مشكلة، عايزة تجيبي كبدة بلدي برضه على حسب إمكانياتِك، يعني شوفي من أول الشهر وأنتِ بتجيبي اللحوم بتاعتِك، حاولي إن أنتِ تجيبي معاها نُص كيلو من الكبدة أو كيلو طبعًا، يعني مش بالزمِك بالكمية. تقدري تجيبي الكبدة وتقطّعيها، بس ما تحاوليش تخلّيها صغيّرة أوي ولا كبيرة أوي، يعني خلّيها في الوسط عشان نعملها مع البصل والفلفل بيزوّد الكمية، حابة تحطّي معاها خلاص يعني على وش السِوَى كده واحدتين مثلًا حبّتين كبار من الطماطم بس الجلد اللي من برّه علشان ما تعصرش كده مَيّة وتنزّل مَيّة وتبقى مش لطيفة لأ، حاولي إن أنتِ تعملي معاها طماطم جامدة لو حابة إن أنتِ تحطّي طماطم. بتعملي الكبدة، حابة إن أنتِ تعملي شوية مكرونة جنبها تمام، حابة إن أنتِ تعمليها كساندوتشات أو تتغمس بالعيش حلوة جدًا، الكبدة من الحاجات برضه اللي محبوبة سواء عند الكبار أو الصغيرين.
طيب نقدر نعمل الكريب أو الشاورما. تقدري تعمليه أولًا أنا عملت معاكم العيش بتاع الكريب ده عملته في البيت من غير طاسة تيفال ولا أي حاجة، وتقدري تعمليه في الصينية الألمونيا أو الطاسة الألمونيا براحتك وبيطلع حلو جدًا. مش شرط إن إحنا مثلًا ما عندناش التيفال أو السيراميك أو الكلام ده إن إحنا ما نعملش، لأ هنعمل كل اللي إحنا عايزينه في البيت، وهنوفّر مع بعض في كل حاجة. عملته سواء عملتيه ساندوتشات كده اللي هي الرول الطويل تمام، عايزة تعمليها مثلثات وتحمّريها حلوة جدًا. ده بإيه، بصدر فرخة أو ربع بانيه تقدري تعملي كمية حلوة جدًا من الشاورما وتعمليها براحتك بقى يعني إيه، يعني في طريقة الحشوة دي بترجع لِك، وبتحمّريها تاني يعني ترجّعي العيش تدّي له تحميصة كده على البوتاجاز، بتبقى حلوة جدًا. قدّمي بقى معاه بطاطس محمّرة، شوية سلطة، شوية مخلِّل، وبتبقى وجبة حلوة جدًا وما كلّفتناش حاجة. نقدر كمان نعمل بربع كيلو من اللحمة المفرومة الكفتة بتاعة البرغل الموفّرة دي، أنا عملتها معاكم على القناة، اللي حابب يشوفها هي حلوة جدًا وموفّرة جدًا. ربع كيلو اللحمة عمل معانا كمية كبيرة من الكفتة، تقريبًا كانت 23 صباع كبير ما كانش صغير. زوّدنا الكمية بالبرغل بالإضافات اللي إحنا حطيناها كلّها حاجات مغذية وكلّها حاجات مفيدة. عملت معاه رز بسمتي، قطّعي معاه خيار، طماطم، جزر، الخضروات اللي موجودة عندِك في التلاجة طلّعيها وقطّعيها، أنتِ بتزوّدي بيها قيمة غذائية للولاد وبتدّيهم حاجات مغذية. الكفتة من الحاجات اللي كلّنا بنحبها، بتحطّي عليها شوية بهارات كفتة، بتحطّي عليها شوية بهارات لحمة، بتدّيها نَفَس وريحة حلوة جدًا. اعمليها في البيت وهتوفّر معاكِ كتير. ممكن كمان نجيب اللحمة زي ما قُلنا من أول الشهر بنبقى جايبين اللحمة بتاعتنا، يعني جايبين مثلًا كيلو أو 2 كيلو على حسب بتقسّميهم، قسّميهم على مثلًا أنتم 5 أفراد، 6 أفراد، 4 أفراد، قسّميهم على أكياس. يوم ما بتجيبي اللحمة قطّعيها واعمليها مثلًا وجبات وشوفي بقى هتقسّميها للشهر كام مرّة. أنا عملتها المرّة دي أنا كنت عاملاها يعني أنا طلّعتها معاكم في الفيديو ده مرّتين، ودي تالت مرّة. تقدري إن أنتِ تعمليها مثلًا مسلوقة مع شوية بسلة، مع شوية مكرونة بالخضروات، مع شوية رز بشعرية. مش ما فيش بسلة أو ما عندكيش بسلة تقدري تعمليها مع فاصوليا أو مع كوسة أو بطاطس، يعني زي ما أنتِ حابة. المهم إن أنتِ بتنوّعي وبتقسّمي حاجتِك من أول الشهر عشان تبقي عارفة أنتِ هتعملي إيه وما تحتاريش، علشان مش كل يوم هننزل ونجيب وممكن تكون ما معناش فلوس أو الفلوس خلصت من أول الشهر، يبقى إحنا جايبين كل حاجتنا ومش محتاجين إن إحنا لا ننزل ولا نجيب حاجة. زي ما قُلت لِك هاتي اللحمة بتاعتِك الكمية اللي أنتِ هتجيبيها زي الفراخ برضه، وبتقسّمي دي ودي من أول الشهر. مثلًا بنعمل مرتين، بنعمل مرة، بنعمل 3 على حسب إمكانياتِك وعلى حسب ظروفِك. دي برضه الفراخ اللي أنا كنت قُلت لكم عليها كنت جايباها صغيّرة، عملتها في صينية بطاطس وقدّمت معاها رز بشعرية. ما كانش عندي يعني التلاجة كان يعتبر ما فيش خضروات كتير، فخلاص قطّعت شوية خيار معاها، وكل طبق حطيت فيه شوية الرز مع كام قطعة بطاطس مع قطعة الفراخ، وخلاص كده. عايزة تعملي معاها شوية سلطة، شوية مخلل، بتبقى وجبة متكاملة وحلوة جدًا. صينية البطاطس في الفرن أنا عملتها معاكم على القناة أكتر من مرّة، حلوة وسهلة وسريعة وبسيطة وما بتاخدش معاكِ وقت، كلّه في حل في الصينية مرّة واحدة. بتقطّعي البصل، بتضربي الطماطم في الخلاط أو لو عندِك البطاطس الطماطم متفرّزة، بتقشّري البطاطس وبتقطّعيها والفراخ بتبقى جاهزة بتغسليها لو أنتِ مثلًا لسه جايباها. لو متفرّزة بتبقى أنتِ طبعًا غاسلاها وشايلاها مغسولة، بتطلّعي كل ده وبتحطّيه في الصينية بترصيه، تحطّي شوية ملح، شوية بهارات، بتدخّليهم الفرن أو على عين البوتاجاز لغاية لمّا تبدأ تغلي، وبعدين بتدخّليها الفرن بتبقي نُص ساعة وعملتِ الغدا. على ما البطاطس بتستوي بتكوني عملتِ شوية رُز بشعرية أو رُز حبّة بحبّة براحتك، وطبق السلطة وبتقدّمي أحلى غدا بيبقى جاهز معاكِ. ممكن برضه بالكبد والقوانص اللي إحنا كنا مخزنينهم أو مفرّزينهم أو مجمّعينهم نقدر نعمل بيها الوجبة الحلوة دي. افرض إن أنا مثلًا ما جبتش وأنا باجيب اللحوم بتاعتي ما جبتش الكبدة، أقدر إن أنا الكبد والقوانص اللي أنا شايلاها أطلّعها
واعملها برضه عادي خالص زي الكبدة الإسكندراني بشوية فلفل بحبة بصل وأضبّطها كده وأخلّيها بس نحط معلقة خل عشان ما يكونش فيها ريحة زفارة، بتبقى حلوة جدًا. وبتبقي وفّرتِ على نفسِك إن أنتِ لا اشتريتِ ولا نزلتِ ولا أي حاجة، شوية حاجات مجمّعاهم، رُحتِ عاملة منهم وجبة غدا بتبقى حلوة جدًا، عايزة تعملي جنبها شوية مكرونة وتحطّي عليها الكِبَد من فوق ما فيش مشكلة، حابة إن أنتِ تقدّميها أنا عملتها مع بطاطس محمّرة وغمّسناها بالعيش، حابة إن أنتِ تحطّي معاها طبعًا طبق سلطة، شوية مخلِّل، المخلِّل أنا على طول باقول لكم عليه لإن أنا باعمله في البيت. اللفت باكون عاملاه يعني جايبة اللفت وغاسلاه وعاملاه مع شوية جزر، مع شوية خيار، فالمخلل عامةً ما بيتقطعش من البيت. في الوقت اللي كان الليمون فيه رخيص برضه كنا عاملين فيه ليمون وخلاص، فأي وجبة بيتحط جنبها مخلل، شوية مخلل مع شوية السلطة، مع الأكلة الأساسية عايزة أقول لِك بتبقى حلوة جدًا. يبقى الكبدة مع البطاطس زي ما قُلت لِك لو حابة تحطّي شوية مكرونة وخلاص على كده بتبقى وجبة حلوة جدًا وموفّرة، وزي ما قُلت لِك البطاطس إحنا جايبينها مع التسوية بتاعتنا بتاعة السوق، والكبد والقوانص إحنا مجمّعينها، لو ما عندكيش طَب مجمّعاها خلاص ممكن تشتري لِك نُص كيلو كبدة أو ربع كيلو وتعمليه. ممكن نعمل كمان شوية بانيه بقى، نعمل مكرونة وبانيه، دي أسهل حاجة عند أي سِت مصرية. نطلّع مثلًا البانيه ونتبّله لو إحنا مش متبّلينه، أنا عايزة أقول لِك إن أنا باعمل البانيه يوم التفريزات بتاعتي باعمله وباسيبه في الفريزر جاهز، بحيث إن أنا باطلّعه مجرّد إنه بيفُك باروح حاطاه في الزيت على طول وقالياه. يعني مش باحط بقى دقيق وبيض وبقسماط وكل القصص دي في يوم باكون باعمله لأ، أنا بابقى متبلاه وحاطاه جاهز في الفريزر، باطلّعه على أمّا بيفُك وأكون سلقت شوية المكرونة، باحمّره وأحط الأكل بيبقى 5 دقايق وكل حاجة خلصانة. طبعًا الطماطم بتبقى عندي متفرّزة، الصلصة بتبقى جاهزة، يعني ما فيش أكتر من الوقت بتاع سلق المكرونة، وعلى لمّا المكرونة بتتسلق طبعًا ما بتاخدش حاجة، ما بتاخدش وقت كتير، بتكون باكون حمّرت البانيه والصلصة زي ما قُلت لِك متفرّزة وخلاص بيبقى الغدا جاهز، حُطّي معاه بقى إيه، طبق سلطة براحتك يعني. ممكن نعمل أنا كنت عاملة وليمة بيتزا، أنا لمّا باعمل البيتزا باعمل أكتر من صينية، لإن يعني بنتغدى في يوميها وبعد كده اللي بيتبقى باخده وباشيله في الفريزر، أو مش اللي بيتبقى، يعني أنا بابقى عارفة إحنا هناكل قد إيه، وباسيبه اللي إحنا بنتغدى بيه مثلًا، والباقي أنا باحطه في الفريزر باقطّعه وباشيله في الفريزر. طيب البيتزا بتتفرّز، بافرّزها عادي خالص، باحطّها بس باحطّها الأول كده لمّا بتتجمد باروح بقى شايلاها وحاطّاها في أكياس أو في علب وباحطّها في الفريزر. طيب باعمل بيها إيه، ساعات بادّيها للولاد في الlunch box، يعني يوم كده أكون مش عايزة أعمل فيه ساندوتشات وكده وهُم زهقوا من الجبن والكلام ده، خلاص باطلّع لهم كل واحد كام قطعة وباحطها لهم في الlunch box. ساعات تانية باكون مثلًا عاملة أكل زي شوربة العدس أو حاجة يكون حد من الولاد مش بيحبها، فباطلّع لهم كام قطعة بيتزا وباسخّنها لهم وبادّيها لهم وخلاص على كده يعني بتنفع. طيب ممكن نعمل إيه كمان، الكفتة الموفّرة اللي هي بتاعة البرغل، تقدري بتزوّدي الكمية بتاعتها زي ما قُلت لِك قبل كده بالحاجات الإضافات اللي إحنا بنحطها عليها، عملت معاها البطاطس، البطاطس دي أنا كنت مقطّعاها وسلقاها نُص سلقة وعاملاها بالكريسبي، زي ما قُلت لكم في أول الفيديو أنا عندي الولاد بتحب الكريسبي ده جدًا، ودايمًا باعمله مع البطاطس اللي بتبقى مش بتنشف فخلاص بادّيها نُص سلقة، وطبعًا شوية ملح في المَيّة اللي باسلُقها فيها، وباروح متبّلاها بالكريسبي ده، وباروح قالياها بتبقى حلوة جدًا. ممكن كمان نعمل صينية مكرونة بالبشاميل. هاقول لِك صينية المكرونة بالبشاميل مش من الحاجات المُكلّفة بالنسبة لي دلوقتي ما بقِتش مُكلّفة، لإن بقيت باعملها بأكتر من طريقة. ممكن أفرُم القوانص وأعملها بيها. أعصّج القوانص أفرمها في المطحنة بتاعة الخلاط أو الكبة،
واعصجها واعملها وبتبقى حلوة جدًا. ممكن أعملها بكمية صغيرة جدًا من اللحمة المفرومة، ممكن أعملها بكمية صغيرة من صدور الفراخ المفرومة، أو قطعة بانيه تكون عندي بافرمها وباعصجها برضه وباعملها بيها. ممكن أعملها بالخضروات وأي تشكيلة، يعني مثلًا بصل مع فلفل مع كوسة مع جزر واحشي بيها. فعايزة أقول لِك إن أنتِ ممكن المكرونة البشاميل مش شرط إن أنتِ تحطّي فيها كمية لحوم كتيرة أو تكون متكلفة كتير علشان تقدري تعمليها، ممكن تعمليها موفّرة وبتقضّي اليوم وبتبقى حلوة جدًا. وعايزة أقول لِك إن هي بالخضروات على فكرة بتبقى مغذية وبتبقى مفيدة. ممكن نعمل إيه كمان ودي من الأكلات الموفّرة، بربع كيلو من الفول المدشوش تقدري تعملي وجبة غدا حلوة جدًا. دي البصارة، تقدري تعملي البصارة، بتجيبي الفول المدشوش بتغسليه وبتنقعيه شوية وبعدين بتحطيه يتسلق، بتحطي معاه بصلة، بتحطي معاه كام فص توم، بتحطي معاه بهاراتِك بقى وضبّطي كده شوية البصارة الحلوين دول بتضربيهم في الخلاط، وشوية البصل المتحمّر عليها من على الوش بتبقى تحفة. عايزة أقول لِك تقدري تعملي البصل المتحمّر ده اللي هو بتاع الكشري، تقدري تحطّي منه علشان الكشري أو علشان البصارة، وتحطّيه في الفريزر بعد ما يبرد عادي خالص بيبقى حلو جدًا. تعملي بقى معاها شوية بتنجان بالدقة، شوية طماطم بالدقة، شوية سلطة، شوية مخلِّل، مع العيش بقى المحمّص ده، ويبقى عندِك وجبة كده تحفة. دي أفكار النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب.